بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم قضايا إريتريا. هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ عبد العزيز عطا، الذي سنتناول معه إن شاء الله تعالى فيما يتعلق الشباب مسؤولية الجميع. قبل حوالي أسبوع من الآن احتفلت البلاد بهذا العنوان، وتحفيزا للشباب وتشجيعا لهم. وبما أننا نحن نتحدث عن قضايا إريتريا، وأن من أهم ما يهمنا موضوع الشباب، طرحنا هذا الموضوع لنتناقش فيه معكم ومع شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد العزيز عطا. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الحلقة ماتعة مانعة، وأن ينفع بها شعبنا الإريتري خاصة وجميع المسلمين عامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى البرنامج. حياكم الله شيخ عبد العزيز. الله يحييكم إن شاء الله. لو نفتتح هذه الحلقة ببيان مكانة الشباب في الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشباب هم عماد كل أمة في أي زمن من الأزمان. شيخ برهان، لو لاحظت الشباب هم حماة البلد، حماة العرين، المدافعون. الشباب هم الذين يبنون إذا جئت للبناء، سواء كانت أعمال شاقة أو أعمال ذهنية، فالشباب عليهم المعول بعد الله تبارك وتعالى. وهكذا كان صحابة أو أتباع الأنبياء أغلبهم من الشباب. فحينما نلحظ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا من أوائل من أسلم هم الشباب. علي بن أبي طالب كان في 10، سعد بن أبي وقاص كان في 17. يا سلام. وكذلك طلحة أو الزبير بن العوام كذلك كان من الشباب. فغالب الناس كانوا من الشباب الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو كثير منهم، وكان عليهم المعول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليهم بعد الله سبحانه وتعالى، كأسامة، كعلي بن أبي طالب حينما تركه وهو يهاجر عليه الصلاة والسلام. حين الهجرة أودعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان عمره ذلك الوقت؟ 23 عاما. فوكل إليه هذه المهمة الخطيرة التي هي ربما تدخل قريش تقتحم البيت تقتله مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتبرم ولم يرفض. فلا شك
أن الشباب هم عماد الأمة دائما، لذلك ينبغي الأمة أن تنتبه لهذا الشباب. ولهذا السبب لو رأيت أعداء الأمة دائما يركزون في الشباب، فإذا الشباب انتهوا منه خلاص الأمة ضاعت. الشباب بعدة طرق يحاولون، لأن الأطفال ضعاف، لأن الشباب ضعاف أو الأطفال ضعاف والشيوخ ضعاف. أيوة، فمن بقي الشباب. بقي الشباب، وهم عليهم المعول. نعم. لأن هذا الجيل، جيل الشباب لو فسد هم الذين سيصبحون القادة بعد فترة، فالفاسد إذا تولى أفسد الأمة. وهكذا يدبرون لهم منذ نعومة أظفارهم. انظر إلى ما يتم بثه في الإعلام والقنوات. طيب احنا نتكلم الآن عن اهتمام الإسلام بالشباب. نعم. هل لديك نصوص في اهتمام الأمة بالشباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم مما اهتم بهم حتى يهذب أخلاقهم عليه الصلاة والسلام أمرهم بالزواج في شبابهم. جميل. لأنه أغلب ما يهلك الشباب هي الشهوة، فلهذا السبب النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى الزواج أو الصوم إن لم يجدوا ما يتزوجون به، فوجههم. ممتاز. وهم أحد الذين يظلهم الله في ظله. أيوة. يعني وشاب نشأ أيوة. في عبادة الله. نعم. وشاب نشأ في عبادة الله. وأيضا هذه مرحلة الشباب كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم يسألون عن الشباب مرتين، مرة وعن شبابه فيما أبلاه، نعم. ومرة وعن عمره كاملا فيما أفناه. فخص الشباب، خصه عم وخص. نعم. ففي العموم أدخل الشباب من ضمن العمر. طيب ما معنى يا شيخ عبد العزيز قول النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من شاب لم تكن له صبوة؟ يعني هذا كذلك من العجب يا شيخ برهان، أن تجد شاب ليس له صبوة، بمعنى ليس له ما للشباب من عنفوان وشهوة وحب للعب واللهو، بل كان همه أن يتعلم أو أن يعبد الله سبحانه وتعالى أو أن يهتم بحياته. ولدينا أمثلة مثله الإمام مسلم رحمه الله سبحانه وتعالى، كان لا يخرج من دكان أبيه، وإذا الشباب أرادوا أن يلعبوا يسحبوه ويفر منهم، يحب القراءة والتعلم. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية منذ صغره لم يعرف اللعب، سبحان الله، وكان في نعومة أظفاره يسجد ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم، أو يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. تأويل لقوله سبحانه وتعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم في داود، وقوله سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان في سليمان. أحسنتم الشيخ عبد العزيز. هذا يكفي في بيان اهتمام الإسلام بالشباب وأنهم القوة المعتمد عليها. قال الله تعالى الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وهم الشباب ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الآن دعنا يا شيخ عبد العزيز ننتقل إلى حال شبابنا الإريتري في الداخل والخارج، في داخل إريتريا وخارج إريتريا. كيف وضع هذا الشاب قبل الاستقلال، كيف كان وأين كان، وبعد الاستقلال كيف كان وأين كان، وأين هو الآن، في أي مربع يسكن؟ الشاب الإريتري هو لا يخفاك يا شيخ برهان هو جزء من شباب الأمة الإسلامية، وربما نخص شابنا الإريتري لأنه يلامس شأننا الخاص أكثر بكثير. ولو لاحظت كان يعني إريتريا لا تزال في معاناة منذ أن سميت إريتريا. كان في عهد قبل الاستقلال، في عهد الدولة الإثيوبية المحتلة التي كانت يعني تؤذي الشباب أو تؤذي عامة الشعب، وكم قتل من الشباب الإريتري وكم فر من الناس، وجزء منهم كذلك تعلموا جزءا والتحقوا
بالجيش أو التحقوا بالثورة الإريترية، وكان لهم دور كبير في نصر هذه الثورة، لأن غالب الشباب هم الذين بنوا هذه الثورة. الشيوخ ربما الكبار كانوا كموجهين أو كقادة، ولكن معظم من قتل ومن بذل روحه في تحرير إريتريا هم الشباب. يا سلام. ولهذا السبب نقول دائما أن الشباب هم عماد أي أمة. إذا أرادت أن تحارب الأمة فلا بد أن يتقدم شبابها. ممكن الكهول يقودون كقيادة، يوجهون الشباب، تعرف الشباب في عنفوان، ولكن الذين يلتزمون القوة ويدافعون ويضحون بأرواحهم هم الشباب. ثم بعد أن تحررت إريتريا، وكان منهم فدائيين، وكان منهم يعني الكوماندوس، وكان منهم الضباط، وكان منهم الشجعان، حتى كنا نسمع عن قصصهم أشبه ما تكون بأساطير الأولين في لما كانوا مع جبهة تحرير إريتريا قبل أن تنقسم، وكانوا أيضا مع عثمان صالح سابه، وأيضا حتى مع الجبهة الشعبية. فكما تفضلت كان لهم حقيقة يعني إقدام وشجاعة نادرة، وأيضا كان لديهم أيضا فكر، وحقيقة أبلوا بلاء يذكر فيشكر في الدفاع عن الوطن. ثم بعد ذلك بعد الاستقلال كذلك كان لهم دور كبير في الدفاع عن الوطن في الحرب التي جرت بعد ذلك في سنة 98 تقريبا مع إثيوبيا، ومات منهم خلق كثير في قتالهم مع إثيوبيا. والآن ما حصل أيضا منهم جزء كبير، لكن الجانب العلمي والتربوي لو رأينا ضعيف، سواء فيما هو قبل أو ما هو بعد. تقصد الجانب العلمي التربوي الديني والعلمي الداخلي في الوطن التعليم شبه ضعيف. لماذا؟ لأن غالب الشباب إذا بلغ في الصف 10 أو 11 توقف عن الدراسة حتى لا يذهب إلى ساوة بعضهم، أو مباشرة يفكر في الهروب من البلد. لكننا نسمع عن بعض الخريجين يقولون المناهج العلمية التي تدرس التي كانت تدرس في النظام الأثيوبي والتي تدرس أيضا الآن في النظام الحاكم حاليا هي مناهج قوية. هو ليس العيب في المناهج شيخ برهان، ليس العيب في المناهج أو في عدم وجود مدارس أو في عدم وجود كليات، لكن الإشكالية أن الشاب يفر قبل أن يذهب إلى ساوة. نعم، في تسييس هذه الأمور وتوجيه الشباب. أيوة، الذي نتحدث عنه بعضهم يذهب إلى ساوة يظل 20 عاما، بعضهم يذهب إلى ساوة يجلس 10 أعوام 12 سنة يجلس هناك، فكيف سيدرس؟ فلهذا السبب تجده أول ما يبلغ هذا أو قبل أن يبحث عن طريق معين يفر، سواء إلى أي جهة كانت. حصلت إريتريا استقلالها في سنة 92 يعني اعترف بها الدول في 92. نعم. 92. منذ 92 أعلنت الدولة على برنامج التجنيد الإجباري للجميع، وإلى يومك هذا التجنيد مستمر ليس له قانون. تعليقكم؟ والله يا أخي التجنيد الإجباري ليس عيب في حد ذاته، لأنه كثير من الدول لديها تجنيد إجباري. التجنيد الإجباري غالب الدول نعرفه إن كثر فسنتين، جزء منه يكون في التعليم العسكري، ثم يرجع 6 أشهر أو سنة يخدم، ما يسمى التجنيد الإجباري يسمى خدمة وطنية والخدمة كذا، ف6 أشهر أو سنة يجلس في أي مكان توجهه الدولة
يخدم، سواء كان خدميا أو أحيانا يخدم في الجانب طيب العسكري. ما الذي يعاب على النظام الموجود الآن حاليا؟ الذي يعاب طول فترة التجنيد. واحد، أيضا التجنيد الإجباري على النساء. أغلب الدول ما تجبر النساء. هذه الدول، اذكر دولة كذا ودولة كذا، من أرادت أن تتجند فلتتجند، يسمحون له. لكن إجباري على النساء، هذا من أكثر ما يجعل المسلم وغيره يفر من هذه الديار، يفر ببناته، يحتال حتى يخرج بناته. أيضا طول فترة التجنيد، أنا قابلت شخص يقول أنه مكث 20 عام ولا يزال التجنيد مهما كان حده 2 سنين. إن أردت أن يتوظف كعسكري أو كذا ينتقل كوظيفة عسكرية. هل يجوز يا شيخ عبد العزيز للمرأة المسلمة أن تدخل في هذا التجنيد إذا هي رغبت؟ والله لا أظن أنه يجوز، لا يجوز لها. كيف يجوز؟ تذهب تخالط الرجال، تبيت معهم، تأكل معهم، والمرأة ضعيفة وربما تعرضت لفقد شرفها وعرضها برضا أو بغير رضا. هذه من المصائب التي تجعل المسلمين يفرون من هذا. أنا من المصيبة. لماذا يجبر النساء على التجنيد؟ هذا لا يجوز، لا قانونا ولا شرعا، لا دوليا ولا محليا. ما الشباب لا شك، الرجال الذكور لا شك، ويجندون كما ذكرنا لفترة معينة ثم يتركون. بعد ذلك إذا كان هناك حالة حرب، حالة استنفار، ذاك شيء مستقل يخص الرجال أيضا. طيب شيخ عبد العزيز، أنت ذكرت أن الشباب في إريتريا يفرون من بلادهم إلى بلدان أخرى، ما سبب ذلك؟ وكم نسبة الذي يفر؟ وهل لا تزال الهجرة مستمرة حتى يومنا هذا؟ النسبة، أظن النسبة الأعلى، ولو فتحت الأبواب للشباب لما بقي شخص واحد في البلد، لأنه تغلق الحدود ويمنعون من السفر. هذه مشكلة، ويذهبون إلى بلدان أخرى. حالهم أنت تعرف حالهم، من يفر جهة البحر فينجيه الله، يصل إلى الدول الأوروبية وغيرها، أو يحتال بحيلة يسافر إلى بعض الدول فيدخل منها إلى الدول الأوروبية أو إلى كندا أو أستراليا أو أمريكا أو أي بلد، فيصل هناك ويختلف الناس الشباب حسب هممهم. فمنهم من ينخرط في طلب العلم والتعلم والاستفادة من تلك، ومنهم من ينخرط في العمل، يعمل سواء أي عمل، تاكسي أو عمل مهني. ومنهم من يكون عالة للأسف على تلك الدول ويجلس يأكل المعونات وكذا ويكون ضعيفا. لكن في الغالب الشباب يستفيد. ومنهم من جاء إلى الدول العربية وغيرها، ومنهم من وضعه بائس. ما الذي يجعلهم هذا إذا لم يموتوا. أنا قصدي يا شيخ عبد العزيز، ما هو الذي يجعلهم يتركون بلدهم الجميل في جوه ومناخه، وأيضا الجميل في وجود عائلاتهم وآبائهم وأمهاتهم؟ لماذا يتركون هذا المكان ويعرضون نفسهم للمخاطر؟ هذا الذي ذكرناه شيخ برهان. إذا لم يجد الأمن لنفسه ويترك، وإذا لم يجد ما يأكله ويعمل له اقتصاده، فماذا يفعل في البلد؟ يكون عالة على من؟ يؤخذ، إما يجند أو يبقى في البلد، والوضع الاقتصادي جدا سيء. فماذا يفعل هناك؟ يعني كشاب يريد أن يتعلم، يريد أن يبني طريقة، يريد أن يتعلم ويدرس ويكسب ويتزوج ويكون أسرة، ولا يجد له إلى ذلك سبيل. فلهذا السبب تجده
يترك البلد ويذهب. وفي أقرب فرصة، حتى تذكر حينما حصل صلح بين إثيوبيا وإريتريا وهدأت الأوضاع وفتحت الحدود، شباب بكميات بالمئات تراهم يعبرون الحدود فارين، نعم، ذكورا وإناثا. سبحان الله، لأنهم ما وجدوا حقوقهم في بلدهم. أيوة، ما وجدوا ما يعني يأمنون إليه ويركنون إليه، ما وجدوا اقتصاد، ما وجدوا ما يعملون، ما وجدوا ماذا يفعلون؟ وهذه مسألة يعني، وهذه الهجرة إلى الآن مستمرة يا شيخ. إلى وقتك هذا يا شيخ برهان لا يزال الشباب كل ما وجد فرصة للهرب يهرب. لو فتحت الحدود كما فتحت في تلك الفترة الآن لرأيت الناس بالعشرات بل بالمئات. حتى لاعبين الكورة إذا سافروا من بلدهم إريتريا إلى بلدان آخر سمعنا أنهم يبقون في البلد الذي هاجروا إليه. نعم، مع الأسف الشديد، مع الأسف. ولهذا يعني البلد أصبحت فارغة، يعني مات الشباب، قلوا بشكل كبير، وأنت عمادك دائما على هؤلاء الشباب. الدولة طيب أنا أقول الدولة لما احتاجت للحرب، النظام لما احتاج الحرب والدفاع عن إريتريا استخدم الشباب والشابات أيضا، بل أجبر حتى الشاب المريض أو الشاب الذي هو العائل الوحيد لأسرته أخرجه من بيته، والشابة الغير متزوجة أيضا ألزمها. ورأينا وسمعنا أن النظام ضغط على هذه الأسر حتى إذا جاءوا إلى الأسرة ولم يجدوا الشاب اضطروا أن يخرجوا رب الأسرة إلى خارج البيت ويغلقون البيت حتى يعود هذا الشاب ويسلم نفسه للتجنيد. ما دامت الدولة محتاجة إلى الشباب، لماذا لا يحصل الشاب حقوقه؟ يعني هل التقصير من النظام أم التقصير من المجتمع الدولي؟ مثلا ما في هناك إمكانات، الدولة فقيرة، أو لماذا الشاب يفر؟ لماذا الشاب لا يأمن على دينه؟ حتى الدين هناك، سواء كان الدين الإسلامي أو الدين النصراني، أيضا نسمع أن ليست هناك حرية دينية، ولذلك حتى في دينه هناك المدارس تغلق، هناك حتى مدرسي حلقات التحفيظ القرآن الكريم سمعنا أنهم سجنوا. الشباب الذين تم سجنهم من أجل أنهم قالوا الله أكبر الله أكبر في جنازة الشيخ محمد موسى، الشيخ موسى محمد نور رحمه الله، سجنوا، وإن كانت أطلقت سراحهم الحكومة لكن فجعت الأمهات بسجنهم. فالشاب هناك يعيش في حالة من الخوف والذعر، ولذلك كل ما وجد فرصة، في حين أيضا أن الدولة إذا أرادت أن تدافع عن حدودها وعن ترابها استخدمت الشاب. تعليقكم يا شيخ عبد العزيز؟ أنا أقول الدولة يحتاج لها إعادة التفكير وإعادة يعني بلورة الأمر بينها وبين الشعب في العموم. نحن الآن منذ التحرير ما يقارب 33 عام، يعني التاجر كل سنة ماذا يعمل؟ يعمل الجرد ويرى ماذا كسب وماذا خسر. فلا بد الدولة أن تغير أو أن تفكر فيما يحصل الآن، لأن الدولة من أعلم الناس بما يحصل من تفاصيل الأمور. لا بد أن يعني تحاول أن تغير المنهج الذي تتبعه في إدارة الدولة حتى يستطيع الشعب أن يأمن. الشعب لا يريد شيئا، الشعب لا يريد السياسة ولا الحكم ولا كذا، يريد أن يأمن، يريد أن يأمن، يريد السلام. نعم. ما هو هذا هو الأمن، هو السلام. يريد أن يسلم في نفسه وعرضه وماله ودينه، فما طالب أكثر من هذا. فما المانع أن يعطى هذه الأشياء؟ لماذا لا يعطى؟ سواء كان الشاب أو الشابة أو الكبير والصغير، كل يريد. لماذا لا يترك الناس يتاجرون؟ تفتح التجارات، تفتح كذا. أبناء إريتريا في العالم كثير،
يريدون أن يدخلوا يتاجروا يبيعوا ويشتروا. إريتريا كانت ملجأ للناس قديما، الناس يفرون إليها ليجدوا الرزق يجدوا الخير، وعندنا من الخيرات في البلد ما هو الشيء الكثير. فلماذا لا يعطى الناس حرياتهم القليلة؟ لماذا دائما نحن إريتريا في حروب، ما تقر من حرب حتى تدخل في حرب؟ لماذا لا نسالم الناس؟ الآن انظر إلى بعض الدول التي كانت في السابق تناكش الناس وكذا، هدأت تركت وأصبحت تسالم تتفق، أصبح عدو الأمس صديق اليوم، تسالم الناس، فهدأت أمورها، بدأت تقصد مثل رواندا؟ أيوة. رواندا كانت الآن من أكثر الأمثلة وضوحا رواندا هذه التي تقاتل فيها الشعب، ذبحوا بعض بمئات الألوف. نعم. ماتوا. مناظر تلك الأيام التي كنا نراها من خلال التلفزيونات شيء مروع. الآن أصبحت هي دولة ليست إسلامية، هي دولة نصرانية، ومع ذلك استقرت وازدهرت ووصلت، أليس كذلك قبل العزيز؟ لا شك. لا، هو القضية في أن القائد الذي يقود الناس لازم يغير سياساته، يغير، يهدأ الناس. هو أول ما فعل رئيس رواندا الحالي الموجود هو الذي قال أول شيء نضع الحرب، لا انتقام، كل واحد ينسى ما حصل له، من مات مات، والحي الآن نريد أن نعالج الأحياء وننسى أحقادنا، لا يحاول أحد ينتقم من الشخص الفلاني أو من القبيلة الفلانية أو كذا. نفكر الآن في بلدنا، نحن الآن نعيش في بلد واحد نسالم بعضنا بعضا، مواطنون. أول ما نفكر في التعليم، فأصبحت في التعليم نسبة التعليم الآن من ذلك الوقت إلى الآن شيء، دكاترة وأطباء وبروفيسورات، الصحة، البنى التحتية. تجد البلد الذي كان زبالة وكان كأنه العاصمة كأنها قرية، أصبحت الآن من الدول الجميلة التي أنت يزورها الناس للسياحة وللاستجمام. فعندنا أمثلة ونماذج كثيرة شيخ برهان، لماذا لا نأخذ منهم؟ ما العيب الذي فينا حتى تصبح إريتريا بهذا الشكل؟ يحتاج الناس، ما يريدون سياسة ولا يريدون الحكم، يريدون الأمان، يريدون أن يطمئنوا يعيشوا يعني كأنك تقول أيها النظام الموجود احكم أنت ما شئت، افعل أنت ما شئت، ولكن اعطي الشعب الأمن والأمان والاستقرار، وأيضا الديمقراطية حتى في إيمانهم في أديانهم، وحتى يحفظون أعراضهم. كأنك تقول هذا. نعم نعم نعم, نعم. أعطهم، هم ما طلبوا شيئا كثيرا، هذا أقل ما يطلبه الإنسان، أن يأمن على ماله، أن يأمن على عرضه ونفسه، أن يأمن في بلده، ما يحتاج يفر كل ساعة والناس يفرون. لا، انظر الآن بعد التحرير مباشرة كثير من الناس تركوا بلدانهم التي كانوا ممكن ربما يحملون فيها الجنسيات في الدول الأخرى، ورجعوا نهائيا إلى بلدانهم وأخذوا أموالهم ورجعوا واشتروا وباعوا، ثم رأوا الوضع ما يناسبهم، رجعوا انتكسوا مرة أخرى وفرغت البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات شأننا. طيب، أنا أعتقد يا شيخ عبد العزيز هذا الطرح لا يخفى على المسؤولين، لا يخفى عليهم أن الشاب الإريتري وضعه حرج، وأن الشاب الإريتري وضعها أيضا حرج، ولا يزالون يستمرون في هذا الوضع. هل من موعظة لهؤلاء؟ أليس هم مسؤولين أمام الله؟ حتى بعضهم ربما يقول لا إله والحياة مادة ولا يعترف بالدين، ربما يكون اسمه محمد واسمه علي، اسم من أسمائنا، لأننا كنا نسمع عن بعض الجيوش الجبهة الشعبية أنهم يقولون لا إله والحياة مادة، ويقولون نصرنا بأيدينا وبقوتنا، ويقولون وينكرون الله عز وجل. ربما يكون موجود هذا الصنف. صنف آخر أيضا يعرف الحق ولا يتبعه، وصنف في غفلة
هو الإشكالية الآن، هل من نصيحة لهؤلاء؟ هو الإشكالية الآن يا شيخ، نحن لا نطلب منهم أن يؤمنوا، نطلب منهم أن يعطوا الناس الحقوق التي اتفق لا عليها احنا يا شيخ عبد العزيز اسمعني، هم الآن احنا عرفنا وضع الشاب وأنه مهضوم حقه في كذا وكذا التي أنت ذكرته. الآن هؤلاء بيدهم السلطة، بماذا نخوفهم؟ هم لا يخفى عليهم هذا الوضع، يرون الشاب يفر ويموت، يرون كذا وكذا، بمن نخوفهم؟ هذا إذا كان أنت تقول، بعضهم يقول لا إله والحياة مادة، فبمن نخوفه؟ الإنسان الذي تخوفه بالله. إن كان يؤمن بإله معين أيا يكن فنخوفه بالإله أنك ستموت وتحاسب، ولكن هذا حساب للجميع سواء آمنت به أو لم تؤمن به. نعم، أنا أقصد أنه نبلغ الرسالة. أيوة، سواء أليس فرعون هو الذي قال أنا ربكم الأعلى وكان ينكر الربوبية أصلا، وكان موسى يخوفه بالله إنه من يتقي إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها. هذا قيل لموسى، لفرعون قصدي. أنا أقصد أعطينا موعظة لهؤلاء لعلهم يتذكرون. وإن كانوا يقولون بألسنتهم ذلك فإنهم يؤمنون بقلوبهم بأنهم عبيد لله، وأن الموت جايهم سواء ماتوا في حروب أو ماتوا في بيوتهم مرضى، سيموتون وسيقفون بين يدي الله، سواء آمنوا بهذا أو لم يؤمنوا، سواء اعترفوا به أو لم يعترفوا. رسالتكم لهم نعظهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا مسلمين أو كانوا نصارى. يا سلام. فكل يؤمن بإله ولديه في نصوصه وكتبه أنه سيموت ويبعث ويحاسبه الله سبحانه وتعالى، أو هم يؤمنون بمن سيحاسبهم. يا سلام. فأنت ستسأل. انظر إلى الإسلام ينهاك عن الظلم. الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم وجعلته حرمت الظلم على نفسي. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أحسنت. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أحسنت. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني رئيس الدولة مسؤول بل هو أكبر مسؤول، وسوف يسأل يوم القيامة. أكبر مسؤول. أنت تتكلم عن رئيس. يعني عمر بن الخطاب ماذا يقول لما تولى؟ يقول لو أن بغلة بالعراق عثرت لخشيت أن يسأل الله عنها لما لم تمهد لها الطريق، وهي في العراق وهو في المدينة. انظر بينه وبينهم من المسافات. وهو لا بد أن تعلم أنت الآن مسؤول، وأكثر الناس مسؤولية هو الإمام، ثم يتدرج الناس تحته بحسب مسؤولياتهم. أيوة، لأن الإمام هذا أو الرئيس هذا هو خليفة الله الذي ملكه، لأن الملك يؤتى من الله جل جلاله. نعم صحيح. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لا تحسب أنه بقوته أو بذكائهم أو بمؤامرتهم أو بكذا الملك الفلاني نصب أو لا، بإرادة الله سبحانه وتعالى وبإذنه لشيء يريده هو. نعم سبحانه وتعالى. فالآن ينبغي أن يعلم كل مسؤول كبيرا كان أو صغيرا في مسؤوليته أن الله سائله عن كل هؤلاء، عن كل قطرة دم، عن كل عذاب، عن كل سرقة، عن كل شاب غرق في عن البحر، كل دمعة، عن كل ميت، وعن كل شاب تم القبض عليه وهو فار، عن كل شاب مسجون ظلما، عن كل شاب ذهب مستقبله، عن كل شاب لم يتمكن من الزواج، عن كل شاب يعيش حال الطيش، عن كل شاب مسؤول. إذن هؤلاء المسؤولين وهؤلاء القيادات سيسألون أمام الله عز وجل، ولهم حساب شديد عند الله. إن شاء الله عز وجل عذبهم، وإن شاء عفى عنهم. أليس كذلك؟ بلى والله يا شيخ، بلى. إذن نصيحتكم شيخ عبد العزيز أنكم ترسلون نصيحة تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى، كل بحسب دينه. هذا لا يعني أننا نقر بالدين النصراني وأنها دين صحيح، لا،
ولكن نقول له أنت في دينك أصلا هذا محرم. أنت في دينك إذا كنت تدعي الديانة النصرانية صحيحة فدينك لا يسمح لك بالظلم، ولا يسمح لك بالضغط على الناس، ولا يسمح لك بالسجن، ولا يسمح لك بأنك تتمدد بالظلم في كل مجال وفي كل مكان. شيخ عبد العزيز، هذا نحن تحدثنا الآن عن النظام وذكرناهم بالله عز وجل، والله عز وجل يهدي من يشاء. بقي المجتمع. المجتمع ما دوره؟ المجتمع الذي نعني به الشيوخ وأئمة المساجد، الدكاترة، الأغنياء، الشاب نفسه. الشاب سنأتي إليه. الشاب سنأتي إليه. يعني الشاب له حلقة، لا أدري الحلقة ستداهمنا باقي قليل، لكن نتكلم بإيجاز حول المجتمع ما دوره. طب هذا هو النظام، هذا وضعه ولا يخفى عليه الشاب، ونحن قدمنا النصيحة. مجتمع ما دوره؟ المجتمع دوره أول شيء أن يصلح ذات بينه. الله جل وعلا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التفرق يا شيخ برهان، الكذب، الخيانة، يسلط عليك الله سبحانه وتعالى من يظلمك، من يسومك سوء العذاب، لأنك تركت أمر الله، خالفت أمره. فينبغي عليك أول شيء أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترجع إليه ليبدل الله حالك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى يتغير ما بنا ينبغي أن نتغير. ثم ينبغي أن نفكر بشكل إيجابي. ما الأشياء التي نفعلها؟ سواء كانوا أكاديميين، شيوخ، كبار شماغلتات، كبار الناس، يجتمعون يفكرون فيما يفعلون في هذا الوضع الذي عليه البلد الذي لا يكاد ينتهي. ما هو الحل السلمي الذي لهم؟ سواء بالصوت، سواء بالتعليم. أيضا يركزون على تعليم شبابهم وتوجيههم وتربيتهم، وأيضا التربية بالقدوة. هم أنفسهم يكونون قدوة لأنفسهم. الآن تجد كثير من الشباب الذين ولدوا في البلدان الأخرى في غير إريتريا، هل أحد منهم يعرف لغته؟ الغالبية لا يعرفون أن يتكلموا لغة. هذه واحدة. ثاني شيء، هل الآباء دائما يجلسون معهم يحدثونهم عن بلدانهم، يحدثونهم عن إريتريا؟ ما هي إريتريا؟ وأنت من أي منطقة حدر؟ ونحن قومنا كذا، قبيلتنا كذا، وهذه مناطقنا. يفتح له الإنترنت يوريه صور لإريتريا، صور للمناطق، صور للقرى. هل يحصل هذا حتى يربطه؟ هو لا لغة ولا حديثا ولا يستطيع أن يذهب ولا ذهب إليها. فكيف يرتبط الشاب الذي ربي في الخارج، كيف يرتبط بهذه البلد؟ هذه بعض مسؤولية المجتمع. الآن الوقت انتهى. الشاب نفسه ما هي مسؤوليته على نفسه؟ مسؤوليته على نفسه طبعا أول شيء أن يعلم نفسه، أول شيء أن يخاف الله جل وعلا. أيوة، هذا هو، هذا بداية، أن يتقي الله، أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فلا يضيع وقته، لا يضيع عمره فيما لا ينفع. تعلم مما تريد تعلمه مما ينفعك في الدنيا والآخرة، ولا تنسى الدين، لأنه كثير للأسف همه كذا. أن تعلم على الأقل الواجبات، تعلم كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تعبد ربك، ثم تعلم في أمور الدنيا ما شئت، ولكن ليكن عندك الهم والهمة. الهم الاهتمام، والهمة القوة والعزيمة حتى تكون. وأيضا ليكن عندك هم أن لك بلد تريد أن ترجع إليه، تريد أن تعمره. انظر إلى الشاب الفلسطيني، مهما ذهب إلى أي البلدان لا يمكن ينسى قضيته، لا يمكن ينسى بلده. فكن مثل ذلك، تعلم واستفد من عمرك، ثم فكر في بلدك كيف تخدمه، حتى عن طريق المجتمعات الإريترية المنتشرة. لا يلزم من خدمة البلد أن تذهب إلى نفس البلد وتخدمها، إن استطعت فحسن،
إن ما استطعت فعندك مجتمعات إريترية في كل منطقة، اخدمهم وكن معهم في الأمور الاجتماعية. إذا كنت طالب علم شرعي ففي تعليمهم، إذا كنت طبيبا خصص لهم أوقات لتعالجهم بالمجان أو تكشف عليهم، إن كنت مهندس تستشير، إن كنت راعي علم حاسب أو أي مجال تنفع به شعبك. يكون لك جزء من الاحتساب، تخصص يوم أو أسبوع، في الأسبوع مرة، ساعة، ساعتين، حسب ما ترى، تخصص لخدمة هذا المجتمع. هكذا تنفع نفسك وتنفع الشعب. أنا بوجهة نظر الشيخ عبد العزيز ما ذكرته صحيح، لكن الشعب الحقيقة في إريتريا مبتلى بالخوف. كثير من الشباب إذا تم دعوته لما يصلحه يتعذر بالخوف من النظام. فكيف نزيل هذا الخوف منه؟ والكل أيضا يعتقد أن إذا تمسك بدينه أو قام بدعوة إلى دينه فإنه سيتم اعتقاله وسجنه أو شيء من هذا القبيل، بل هذا يعني ممتد حتى خارج إريتريا. فهل هناك علاقة بين الإنسان يكون مستقيم ويصلي ويصوم ويتمسك بدينه ويدعو إلى التمسك بالدين مع قضية النظام وإسقاط النظام، في حين أن الدعوة ليست المقصود بها إسقاط النظام بل إصلاح النظام، لعل الله أن يصلح هذا النظام. فالشاب لماذا لا يفكر في إصلاح النظام، في إصلاح نفسه وإصلاح المجتمع وإصلاح النظام؟ لماذا نحن نيأس من إصلاح النظام نهائيا ونلجأ دائما إلى الفرار؟ لماذا الشاب لا يكون له دور في أن يكون له؟ إلى الآن لا نعرف أن هناك منظمة خاصة بالشباب. نعم، هناك روابط علمية في السودان، روابط علمية في الهند، روابط علمية أظن حتى في أوروبا للشباب يعني، لكن لا تكاد تسمع عنها شيء حقيقة. نسمع عن بعض جهود الشباب الذين كانوا في الهند ولك يعني تذكر فتشكر وهي قليلة. يعني هل هناك فعلا جمعيات شبابية لديها رؤوس أموال وقوية ولديها جامعات ومعاهد وتنفع الشاب؟ لا، ما في. كما تفضلت، الخلاف دمرنا، الخوف من غير الله عز وجل دمرنا، الشاب أكثر ما لديه أن يذهب ويشتغل ويغذي أهله، وبقينا هكذا. مشاهدي الأكارم، كنا في حديث ماتع مع الشيخ عبد العزيز عطا، وهذا الحديث حقيقة ذو شجون ولا تكفيه حلقة ولا حلقتان ولا ثلاث، وهو حقيقة يعني جرحنا الأليم. نحن الآن في سن الشيخ عبد العزيز خرجنا من بلداننا مع أهالينا فارين نبحث عن الاستقرار، نبحث عن لقمة العيش، نبحث أيضا عن تمسك بالدين. وفر كثير منا أيضا ببناته وأولاده من أجل أن لا تقع ابنته فريسة في ساوة بين يدي الجنود. فواقعنا كإريتريين مؤلم للغاية، مؤلم، ولا تزال السنوات تمر وليس هناك تغيير واضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لا نيأس من روح الله، لا شك أن الله سيغير هذا الوضع بنا أو بغيرنا، نسأل الله أن لا يستبدلنا، سيتغير هذا الوضع بلا شك. والأيام دول، وسوف تذكرون ما أقول لكم، هناك أجيال قادمة لا تهاب الموت ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى، أجيال قادمة جدا، والكل يعرف هذا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدير، هو الذي بيده الأمر ويدير الأزمان ويدير حتى الشعوب نفسها. فأبشروا بالنصر القريب إن شاء الله والتحول. ونذكر مرة أخرى المسؤولين بالنصيحة التي قدمها الشيخ عبد العزيز، والله يحفظكم ويرعاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.